ايوه صلاح. ده دور ال 16. لا الدور ال 16 شقه 301. صلاح ركز يا صلاح، ده مش النهائي. نهائي اللي من ماتشين يا صلاح ده. لا مش من نهائي مبكر، ده صحيان مبكر يا معلم. لا البس بقى عشان هنخرج. بالله عليك يا صلاح، ما اشوفكش بسايبر بتدوس على الكيبورد تكتب حاجه. بالله عليك مش ناقصين. عدي الفتره دي على خير. انا عارف ان انت رايح BN ورايح فتره كاس العالم دي هناك. لو حد سالك بالله عليك تجاهل الموضوع. عدي السؤال كده، من روغ السؤال يا صلاح. بالله عليك. يلا بالتوفيق يا حبيبي. شوفك بقى في الفاينل اللي هو بتاع السنه الجايه. مش هتصعدوا اساسا. شوفك بقى في السنين الجايه. شوفك ان شاء الله على خير. سلام. كل الناس اللي بتلعب فانتسي نركز بالله عليكم. حد مكابتن ماني غيري؟ وادام تراوري اتصاب، انا محتاج سالب 90 عشان اعدل التشكيله بتاعتي. ونشتري ماني وصلاح. هيتقلق فيرمينيو. قال لك جنون الكوري. يا عم اقعد بقى. لكل الناس اللي اتفرجت على قرعه دوري الابطال نركز بالله عليكم. وانا الصراحه جاي اعقم على كام نقطه كده في قرعه دوري الابطال، وجاي اقول لك على وجهه نظري في القرعه دي. مبدئيا كده يا جماعه، انا ملاحظ حاجه في القرعه من ساعه ما بدات. محدش عمل توس، ودي حاجه بتفتقد القرعه مصداقيتها. في ناس احيانا بتقولك الكور بتبقى مبلوله، وفي ناس بتقولك الكور بتبقى سخنه. طب انا كمشاهد احسها ازاي؟ بص يا معلم، في ظهر التلفزيون عندك بقماشه ناشفه، قماشه ناشفه كده وعديها عليها. لو جابت تراب يبقى مفيش خم في القرعه، لان احنا بقالنا كتير قوي ما نضفناش ورا التلفزيون. يا جماعه انا عايز اتكلم على نقطه مهمه قوي حصلت. انا في قرعتين دخلوا في قرعه، يعني انا في قرعتين دخلوا في دماغي. قرعه دوري الابطال وقرعه مانشستر يونايتد مع اليوروبا ليج. تمام. بالنسبه يعني الماتش بالنسبه لي، انا خلينا اكلمكم على تسلسل الماتشات بالنسبه لي. اول ماتش اللي هو مثلا يعني ليفربول وريال مدريد. بص يا صلاح، قسما استنى. بص يا صلاح، قسما بالله لو اتكلمت او حطيت صباعك على الكيبورد بس وهخطف لك مكه. اوعى يا صلاح، بلا انتقام، بلا عشق ممنوع. فكك بقى من شغل مهند ده. تعرف انا ايه اللي مقلقني؟ انا كل اللي مقلقني ان القرعه، يعني ان الماتشات لسه بقى بعد كاس العالم، وصلاح لسه بقى هيطلع بقى على BN سبورت، واكيد هيزنقوه، هيسالوه على القرعه وايه رايك انك هتقابل ريال مدريد. يعني اتمنى تقول لا تعليق، يعني اتمنى تقول انا مركز في التدريبات، اتمنى تقول يعني احنا مركزين ان احنا اصلا نصعد دوري ابطال تاني السنه الجايه. فبلاش الحته دي. تمام. بالنسبه لجمهور ريال مدريد اللي في كل حته، انا بيتهيألي انت سعيد اكتر من عم سعيد بتاع الحواوشي. يعني دي جايه لك على المحبه. توقعي طبعا. توقع ايه؟ هي ليفربول بعد المستوى اللي بتعمله السنه دي كنت ممكن اقول لك مثلا ليفربول هتصعد لو بيلعبوا ريال مدريد في التنس مثلا. لكن بعد مستوى السنه دي ان شاء الله يعني اكيد ليفربول هتطلع بره اصلا. فريال مدريد الصراحه. باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ماتش بالنسبه لي يعني بحسه حلم. حاسس الماتش ده ما انتش فاهم ايه كميه النجوم اللي هتبقى في الماتش دي. طب انتوا هتعملوا ايه في بعض؟ تحس ان نتيجته مش متوقعه بالنسبه لك. حاسس بنسبه كبيره الصراحه ان باريس سان جيرمان اللي هتكسب. طبعا انت عارف التوقعات اللي انا بقولها دي عكسها اللي بيحصل، بس ريال مدريد هي اللي هتكسب، دي مش عكسها. دورتموند وتشيلسي، تفتكر مين اللي هيكسب فيهم؟ انا بيتهيألي الاثنين هيخسروا. يعني هم اصلا ممكن يلعبوا ضربات جزاء، اللي هو اللي انت ما انتش فاهمهم، اللي هو يا جماعه ايه ده، اللي هو في الاخر اصلا ممكن يقول لهم طب نلعب 5-5 بره.
يلعبوا مثلا يحجزوا لهم ارض الشونه في الاخر. فماتش الصراحه مش مفهوم، يعني الماتشين دول هيبقوا مش مفهومين اساسا للفرقتين. فالله يكون في عون جماهيرهم، والله يكون في عون مدربينهم، والله يكون في عون لاعيبتهم برضو، يعني الله يكون في عون كل الناس في الماتش ده. بس توقعي يعني انا عملت توس كذا مره الصراحه، وعملت قرعه ما بينهم، لقيت دورتموند هي اللي هتصعد. مش عارف ده حظ ولا ايه. لايبزيج والسيتي، وده ماتش الصراحه يعني الماتش ده هيبقى فيه ايحاءات. يعني الماتش ده هيبقى بلس 18000. بص يعني السيتي انا مش عايز اقول لك هتعمل فيهم ايه، يعني تعالوا نشوف. الفيلم ده هيبقى كده يعني هيبقى فيه ليه ترجمه، وهيبقى مبكسل، وهينزل على كذا ويب سايت وبترجمات مختلفه وحسنا ولكن لن تغبن اباك، هيبقى فيه حوارات الماتش ده. السيتي طبعا هتصعد. يعني بالنسبه لنابولي وفرانكفورت فانا مش عارف الصراحه، بس نابولي انا حاسسها احسن بكتير. برضو ماتش صعب جدا انك تقيم مين اللي هيخرب الدنيا. بس انا حاسس ان شاء الله ان انا خايف احساسي يكون غلط، بس انا هتوقعها ان شاء الله دي صح. دي نابولي ان شاء الله هي اللي هتصعد باذن الله. توتنهام وميلان، يعني توتنهام هي رايحه رحله، يعني يا ريت يعني ما نزعجهمش ويكونوا خفاف على قلبنا في دوري الابطال. يعني الناس دي جايه زياره، فيا ريت يا جماعه نفسحهم، يا ريت يا جماعه نصرف لهم كوبونات. ده اخر ماتشين هيلعبوهم. الناس دي ما بتصعدش كل يومين. الناس دي خدوا ايه؟ ما خدوش. الناس دي ما بتاخدش. لا يكون في عونك يا هاري ياكين. قبل انا عندي ميداليه كاسبها في دوره رمضانيه الاسبوعين اللي فاتوا، تعالى خدها او اي حاجه. في كاسات يا جماعه بتتباع في كرطاسيه جنبنا كده، فممكن نلم. معلش يا هاري ياكين بقى، هتخسروا للاسف. يعني مع ان الميلان مش فشيخه برضو، بس هتخسروا برضو. يعني كان نفسي تكملوا اكتر من كده، بس هي كده رحله الاقصر واسوان دي بتخلص بسرعه ما بتحسش بيها. انتر وبورتو السخنه. بص يا بورتو السخنه يعني الصراحه فريق فشيخ، يعني فشيخ قوي. والانتر مش في مستواه اللي هو الجامد قوي. فبنسبه كبيره توقعي ان بورتو السخنه هي اللي ممكن تكسب الصراحه. يعني ممكن يعملوا تاني كده فالدنيا تظبط معاهم شويه. فتوقع بورتو، مع ان في ناس هتعترض على الموضوع ده، بس ده توقع يا جماعه، دي وجهه نظري. بنفيكا هتقابل البرج بتاع مستر كلوب. فبروج انا مش عارف الصراحه هتعمل ايه في ماتش زي ده، بس في بنفيكا مستواها احسن الصراحه. فتوقعي ان بنفيكا برضو يعني هتعمل الدنيئه. انا يا جماعه انا مش عارف انا بتوقع صح ولا غلط، فاكتب لنا في الكومنتات توقعك ايه. وحاسس كم من 10 ان انا هتوقع صح. يعني حاسس ان كم ماتش توقعته صح. انا اول مره يا جماعه اعمل يعني قرعه دوري الابطال، بس انا بفكك من دوري الابطال دلوقتي عشان انا مش شاغلني حاجه. انا شاغلني لما لقيت مانشستر يونايتد هتقابل برشلونه. انت عارف سالت نفسي كتير، مرستش يوم على بر، انا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر؟ مش عارف يا جماعه. يعني في 16000 فريق، الاتنين دول اللي بيقابلوا بعض دلوقتي. يعني انا لما تيجي مثلا هجمه على مانشستر يونايتد اقول يا رب تيجي جون وتتصد، ولا يعني مانشستر يونايتد رايحه بهجمه على برشلونه، الحق يا رب جون في العارضه تتصد مش عارف انا، يعني مش عارف. يا رب الفاول ده يطلع في السماء ويرجع تاني يلف في الجول. مش فاهم الصراحه. يعني هو انا هشجع مانشستر يونايتد طبعا، بس الصراحه حيره. يعني ده حتى مش نهائي. يعني ده مش نهائي، ده اصلا صلاح زمانه جاله زغلله ومفكر ده النهائي اساسا. بس النهائي يا صلاح مش ماتشين. يعني معلش بقى، معلش. ولا بقول لك ايه، لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه لايك وشير وسبسكرايب. انا نفسي اعمل الحته دي في اول الفيديو بس بنسى. فلايك وشير وسبسكرايب. ماشي، سلام.